كده خلصنا listening reading. طب والرايتنج اللي اغلب الناس بتخسر فيه درجات؟ الرايتنج فعلا بيوقع درجات كتير. اللي هو بيبقى متقسم بارت 1 بارت 2. بارت 1 في الجنرال بتبقى ليتر بتكتبها 150 كلمه، تكتبها لحد من اصحابك، حد شغال معاه، فالمفروض ان هي ما تعديش من وقتك اكتر من 20 دقيقه، لان الامتحان توتال 60 دقيقه في الرايتنج. في الحته الثانيه بقى بتاعت الاكاديميك، الرايتنج بيكون برضو 150 كلمه، ولكن بيكون على جراف، بيدي لك جراف رسم بياني كده وانت بتشرحه في ال 150 كلمه دي. تركز على حاجتين، ان انت تستخدم كومبلكس سنتنسز، تستخدم بانكتويشن مظبوطه اللي هي الكوما والسيمي كوما والحاجات دي، والاهم كمان ان انت تكون عارف انت خطك بياخد مثلا 10 كلمات 8 كلمات في السطر، وهتشوف انت هتكتب كام سطر، مش هتقعد تعد الكلمات يعني في الامتحان. الجزء الثاني بقى بارت 2 في الرايتنج هو شويه اللي بيكون تريكي، عشان كده بنديله 40 دقيقه على الاقل. مطلوب منك 250 كلمه، 250 كلمه تستخدم فيهم complex sentences، تستخدم فيهم vocabs صعبه او vocabs من C2 C1، بحيث ان انت ده بيعلي الدرجات. punctuation تركز ان انت حاطط الكوما في مكانها، حاطط الفول ستوب، ده اكتر حاجه تركز عليها. وبرده ما تقلش عن 250 كلمه، لان دي من الحاجات اللي بتوقع برضه الدرجات. تاسك 2 في الجنرال مش بيفرق كتير عن تاسك 2 في الاكاديميك. انت في الاخر بتكتب introduction في الاول، conclusion في الاخر، وعندك في النص انت بتكتب بقى البادي باراجراف. 250 كلمه ما اتغيرتش ما بين الاثنين، عندك 40 دقيقه تكتب فيهم مظبوط. هما في الاخر بيدوا لك موضوع، وانت الموضوع ده بتكتب عليه راي او الراي الاخر، انت مع او ضد الموضوع ده وبتكتب ليه، وهكذا. فانت جهز نفسك بكلمات عشان ما تخسرش درجات. اهم حاجه قبل كل ده ان انت تقرا الاسئله كويس، لان ساعات كتيره بيبقى الموضوع بيلخبط ناس وبيخسروا عليه درجات كتير، ان هو بيبقى مكتوب مثلا discuss both views، وانت في الاخر تكتب مثلا مع او ضد او opinion، مثلا your opinion of it. ده اكتر حاجه بتخسر الناس درجات، ان هو they didn't achieve التاسك، فانت في الاخر ما جاوبتش اصلا على السؤال. اقرا السؤال كويس عشان تركز وتعمل كل حاجه مظبوط.